صباح الخير. حكايتنا النهاردة عن منيرة سنبل. ومنيرة سنبل واحدة من جميلات السينما المصرية، وكانت معروفة بهانم الصالونات الأنيقة. عرفها الجمهور المصري لما شاركت بدور ميرفت بنت الباشا اللي بتنافس كريم على حب أستاذ الموسيقى في فيلم شارع الحب. واتولدت منيرة علي أحمد سنبل سنة 39 في اسكندرية، ودرست في كلية البنات وبعدين في الجامعة الأمريكية في القاهرة. وحصلت منيرة سنبل على كتير من الجوائز الدولية في السباحة، واشتغلت راقصة باليه محترفة. واللي لفت نظر المنتجين والمخرجين ليها كان لما ظهرت سنة 56 على غلاف مجلة الكواكب لما خدت لقب ملكة جمال اسكندرية. وبدأت منيرة سنبل مسيرتها الفنية بفيلم شياطين الجو مع أحمد رمزي وأمال فريد. وشاركت منيرة سنبل في 6 أفلام بس، كان أشهرها طبعا فيلم شارع الحب مع عبد الحليم حافظ وصباح سنة 58، وفيلم نساء في حياتي مع يحيى شاهين وهند رستم، وفيلم ليلة رهيبة مع شكري سرحان، وفيلم سجين أبو زعبل مع محسن سرحان ومحمود المليجي. وكان آخر فيلم مثلت فيه فيلم الحب الصامت سنة 58 مع مريم فخر الدين ويحيى شاهين وهند رستم. واتجوزت منيرة سنبل أواخر الخمسينات من واحد من أبناء عيلة البدراوي المعروفة في اسكندرية، واعتزلت الفن واتفرغت لتربية أولادها. وتميزت منيرة سنبل بشخصيتها القوية وثقتها الكبيرة في نفسها، واشتهرت بين الفنانين بصراحتها وغرورها.